كل ده حصر النادي هتعرفي اسمك ايه؟ الاسم لا بصي الحقيقي. انا بحب اسم منال جدا، بابايا ومامتي اللي اختاروه لي، بس ميار انا اللي اخترته. يعني انت منال؟ انا منال حضرتك اي خدمه. استاذه منال معانا. طب ايه الفرق بين الببلاوي منال موجود؟ وميار؟ هقول لكم الحاج فهمي عبد الحميد كنت بعمل معاه اعلان، فوانا بعمل الاعلان قال لي يا بنت انت قرده، انت قرده، انت هتمثلي. قلت له انا مش عايزه امثل اصلا، يعني انا حابه الاعلانات عشان اخد الفلوس واروح وخلاص بابا ما يزعلش اتاخر. فقال لي لا هو انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي منال محمد توفيق وعرس سيف الببلاوي. قام قال لي ايه بالراحه؟ قلت له اسمك ايه؟ منال محمد توفيق وعرس سيف الببلاوي. يا ستي بالراحه. قلت له منال محمد قال لي بس انت اسمك منال؟ لا الاسم مش لايق عليكي. منار؟ لا انت اسمك ميار. قلت له ايه ميار ده يعني ايه؟ قال لي ميار توفيق ميار مش عارفه ايه. فقال لي لا قلت له لا بابا قال لي لازم اسمي يبقى فيه الببلاوي. قال لي خلاص ميار الببلاوي. ومشيت الميار الببلاوي. الحاج فهمي هو اللي اختاره لي. بوسي انت اسمك الحقيقي بوسي؟ للاسف انا اول ما شفت بوسي ما كنتش مصدقه ان اسمها حقيقي بوسي. انا كل الناس فاكرين ان ده مش اسمي، دايما بيبقى اسم دلع باسانت مش عارف ايه كده. وانا في المدرسه كنت بروح كانوا بيضايقوني قوي باسمي، الولاد بقى بوسي وقطه وحاجات كده مش لطيفه. فكان معانا بنت في المدرسه كل الناس ما حدش بيضايقها خالص ودايما بيحترموها قوي. فرحت اعيط له انا عايزه ابقى فاطمه الزهراء، انا عايزه ابقى فاطمه الزهراء دي كل الناس بتعاملها كويس. وانا صغيره كنت متضايقه، بابا الله يرحمه كان بيحب الفنانه بوسي، كانت لسه وجه جديد فسماني على اسمها، كان بيحب الفن. بعد كده بقى انا لما كبرت بقى ورحت الجامعه لقيت بوسي برضو يعني عارفه ستايل بقى مش مختلف بوسي تمام. ولقبي برضو في نهايه اسمي خدته يعني لما جيت اشتغلت الطيار. بالنسبه بقى للشغل بقى انا كان نفسي اطلع ممثله او مذيعه، وكنت بقى عارفه انت قدام المرايه عارفين الهبل اللي كلنا بنعمله واحنا صغيرين، واقعد امثل وفوازير شريهان وي مثلت دور صغير مع استاذ علي عبد الخالق، اكيد حضرتك تعرفيه، المخرج الكبير بنوجه له تحيه، والفنانه الجميله نبيله عبيد. بس للاسف بقى عندي في البيت ما وافقوش على ان انا اكمل في موضوع التمثيل، بس انا بحبه فوافقوا على المذيعه. بس انا برضو عامله زي شيرين وزيكم كلكم، افلام فؤاد المهندس كانت بتحببنا قوي في المضيفات. ايوه كانوا فاكرين حلوين قوي فظيع. انا بحس ان احنا كلنا زمان كنا عايزين نبقى مضيفات عشان نسافر العالم، بحس كده صح؟ طبعا ده حلم حياتي وتاخدي فلوس كمان يعني تسافري وتتفسحي وتقعدي في اوتيلات ببلاش وتاخدي فلوس تعملي شوبينج. بصراحه لا يعني انا عمري ما شفت مذيعات عايزين يطلعوا مضيفات. انت عارفه كل مضيفه اركب معاها تقول تفتكري ان انا انفع مذيعه؟ اقول لها نعم. طب تبدلي يعني ابقى قلت لي طب تفتكري ان انا انفع مذيعه؟ بفكر ابقى مذيعه، اصل احنا تعبنا من السقف. قلت تعبنا ايه؟ خديني بدلي الطياره، انا بعشق السفر. وانت يا ياسمين ما قالتلناش. انا مكسوفه اقول لا مش عارفك يا ياسمين. انا عارفه تقريبا. انا مكسوفه اقول يا جماعه. طب ممكن الف عشان ما اقدرش لا قولي الحقيقه. لا يا بنتي ده سري نادي. لا انا فهمت على فكره. مفيش رجاله مفيش رجاله. بصوا طب هقول لكم الحاجه الثانيه، بلاش الحاجه الاولانيه بعد الهوا. الاولانيه بعد الهوا. هقول لكم الحاجه الثانيه. انا طول عمري نفسي اطلع شيف. بدليل البطاطس اللي عملتيها. الهراسه في المطبخ مع مامي بقى، ودلوقتي معانا الخياره شايفينها هنقطعها 4 وبعد كده ال4 نقطعهم 4 كمان ونفضل شايفين في تناسق وفي وافضل ماما تقول خلصتي الخياره، احنا الناس كلها جات لنا بره وانت ماسكه الخياره دي بيها يا ماما.